هسألك سؤال وجاوبني بصراحة. اتفضل. انت جيت طريق غابات، تمام. فرنسا تستاهل انك ترمي نفسك في اي تهلكة عشان توصل لها؟ الصراحه وجهه نظري لا والله، انا مش هكذب عليك. تنصح اي حد يجي قانوني ويجي طيران؟ قانون وطيران، ما فيش احسن من القانون وما فيش احسن من الطيران الصراحه. انك انت ترمي نفسك ديت اكبر غلط، وانا بندم عليها والله العظيم، بندم ان انا شفت الموت 3 مرات، واصحابي واخواتي واهلي عارفين من الكلام ده. وهل بقى فرنسا اللي كنت متخيلها الفلوس تيجي بالسهل والبراندات والصور اللي كنت طبعا كلنا كنا مغرورين بده، هل دي حقيقة؟ لا مش حقيقه والله، والله العظيم فعلا كل ما الشباب اللي في سنك 19 سنة انا بنصح كل الشباب بلاش انكم انتوا تيجوا غير هجره غير شرعيه، دي حاجه وحشه طبعا. تعالوا قانوني، وبعدين بلدنا ما فيش احسن من بلدنا واحلى من بلدنا. لا اللي ظروفه صعبة يجي وربنا يوفقه. اللي ظروفه صعبه يجي وربنا يوفقه، والبلد هنا حلوه الصراحه، ما اقولكش ما بتديش، بس انت اسعى واشتغل وكلها بالحلال. انا بزعل على الشاب، اشوف شاب ماشي هنا وحش او حلال، بزعل فعلا لما الاقي شاب من دوري واصغر مني ولا ماشي وحش، او الاقي البوليسيه هنا واخداه. دي حاجه برضه تزعلني. ليه انت تيجي تطلع من بلدك وانك انت تيجي هنا تبوظ سمعتك وتبوظ سمعه اهلك وتبوظ سمعه المصريين؟ هنا المصريين اقسم بالله ناس حلوه، وكل الجنسيات اللي هنا بتحسد المصريين على بعضهم، رغم برضه ان في مصريين وحشين وفي مصريين حلوين. انا مش هكذب على الناس برضه. انا الواحد قابل كتير قوي الصراحه الجنسيات، وحتى من دمه برضه مصريين برضه، هم اخواتنا برضه. طبعا في شباب بتحلم من هنا في اوروبا الفلوس سهله وكل حاجه سهله، كل حاجه بتجيب تعب فعلا. مفيش الكلام اللي بتشوفوه في الفيديوهات والصور اللي بتصدر لهم حاجات غلط. والله ده مفيش خالص، احنا بنشتغل وبنتعب معلش. هو يوم الحد الوحيد اللي احنا نقدر نخرج فيه، او مثلا نجيب حته تيشيرتايه ونجيب حته منطلون عشان برضو اهلنا يشوفونا يلاقونا ان احنا مثلا فرحانين مبسوطين، رغم ان محدش يعرف ايه اللي جوانا او احنا بنشتكي من ايه او الدنيا مثلا عامله معانا ايه. بسألك سؤال ما سالتوش لحد قبل كده. اتفضل. استفدت ايه من فيديوهاتي؟ والله فيديوهاتك يا استاذ حليم حلوه قوي اقسم بالله، وعجبتني واتشرفت بحضرتك. استاذ حليم من الناس المحترمه والله العظيم حبيبي. وسعيد جدا ان انا قابلت استاذ حليم، يعني من الشخصيات اللي انا فعلا تعاملت معاه، واصلا نفسيتي مرتاحه معاه. شخص محترم، شخص خلوق، ادب في كلامه في معاملته، انسان والله العظيم انا ما قابلت من الشخصيات دي فعلا حبيبي. طول حياتي 19 سنه ما قابلتش فعلا من الشخصيات دي. حبيبي انت لسه ما بقالكش ساعه معايا. والله يا استاذ حليم حتى انا عارفك من زمان، انا متابعك من ايام ما كنت في مصر. حبيبي والله العظيم من 2022 وانا متابع حضرتك يعني. خليك والله، شكرا للكلام الحلو. انت على دماغي يا استاذ حليم وفرحان والله قوي ان انا قابلت حضرتك، وعلى الواجب اللي انت عملته معايا كمان يا استاذ حليم. الله يخليك. بعيد عن الناس اللي مثلا ان هي تقول لك ان هي بتحاول تسوق في صوره الاستاذ حليم، فعلا هو الانسان عشان يوصل لحاجه لازم في ناس يعني تقول عليه كلام مش حلو وكلام من ده. الناس ديت اصلا عقولها تعبانه، لكن اللي يتعامل مع الشخص ده بالذات اقسم بالله ما عليه لا حلفان. الشخص ده شخص محترم حبيبي. وابن حلال ويستاهل اي حاجه حبيبي. والله العظيم تستاهل اي حاجه يا استاذ حليم، انا مش هكذب عليك. انا اول مره اقعد معاك، انا من كفر الشيخ وانت حبيبي ما اعرفش الله اعلم الصراحه، ما سالتكش السؤال ده. من طنطا ما انا اعرفوش. قريه اسمها قريه شباملس ويشرفني، ولكن عايش شرف يا باشا، انت على دماغي وانا فرحان قوي اني قابلت حضرتك والله حبيبي. والله والله مش عارف اقول لك حاجه. بس هنقفل بقى عشان الكلام الحلو ده احرجني والله. حبيبي الله يخليك ونورتيني. حبيب قلبي يا استاذ حليم. شكرا. الله يخليك.